على الأمر لقب دكتور. نعم. نسينا لقب دكتور. ما قصرت. نور مجلسنا وقلوبنا بأنوار القرآن وأهل البيت. الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني مغلوب فانتصر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال مولانا الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه وعلى أولاده وأصحابه: إنما الحياة عقيدة وجهاد. امتثالا لأمر الإمام المعظم آية الله العالم العامل الجليل الشيخ محمد مهدي شمس الدين ونور القلوب، آخذ من أوقاتكم الشريفة قسما حتى أمتثل أمره، وإلا لا أرى كلامي مستأهلا لهذا المجلس العظيم المزين بالعلماء والفضلاء وطلبة العلم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من باب المقدمة، من المعلوم ومن البديهيات بأننا ما خلقنا لأجل هذا العالم. خلقنا الله تبارك وتعالى في الأزل لأجل الأبد في عالم الأنوار. خلقنا الله تبارك وتعالى لأن نكون إن شاء الله خالدا أيضا في عالم الأنوار. أول خلقتنا نور، وآخر خلقة المؤمن والمؤمنة أيضا نور، لأن الجنة هي النور. وأما هذه الدنيا جملة معترضة بين المبتدأ يعني عالم الأنوار وعالم الأزل والخبر
يعني عالم الجنة وأيضا عالم الأنوار. هذه الدنيا جملة معترضة، ما خلقنا لهذه الدنيا، ولذلك لا يلائمنا أحوال هذه الدنيا. دخلنا في هذه الدنيا باكيا ونخرج من هذه الدنيا آسفا، أولها بكاء وآخرها أسف وأوسطها تعب. ولذلك أول شيء نحتاج في هذه الدنيا نحتاج إلى الجهاد أمام الأتعاب، أمام الأمور التي لا يلائمنا وما أكثرها، ونحتاج للبقاء في هذه الدنيا برهة إلى ما شاء الله لأن نعمر الآخرة. تعمير الآخرة شرطها أو شرطه لأعمالنا في هذه الدنيا. أنا هذا اليوم تحركت من دمشق متوجها إلى زيارة بيروت والإمام المعظم وهذا الجامع الكبير العظيم، أما كنت مجبور أن أطوي الطريق وأتحمل المصائب حتى أصل لمقصودي. وكذلك هذه الدنيا طريق قنطرة بين عالم الأنوار عالم الأزل وعالم الآخر، وفي هذا الطريق لازم نحفظ جسمنا وروحنا عن الخطرات، عن الآلام، عن الأمور التي لا يساعد لا جسمنا ولا روحنا، حتى نعمل بأعمال حسنة يكن ذخرا لنا في حياتنا بعد الموت. إنما الدنيا مزرعة الآخرة، إذا ما زرعنا في هذه الدنيا ليس لنا رأس مال في الآخرة. وهذا العمل يحتاج إلى البقاء إلى ما شاء الله، وهذا البقاء يحتاج إلى الكفاح والجهاد أمام أعداؤنا الجسمية كالجراثيم كالأمراض كالآلام وما أكثرها، وكذلك الخطرات الروحية، التحرز من وساوس الشياطين، شياطين الجن وأجلكم الله شياطين الإنس. وهذا التحرز يحتاج إلى الجهاد، ولذلك كل إنسان يجب عليه الجهاد من المهد إلى اللحد، من لحظة اللي يفتح عيونه في هذه الدنيا يحتاج إلى الجهاد. أول جهاد الطفل البكاء، هذا البكاء جهاد، يبين الأمور لمربيه لأمه حتى يقوم بواجباته، حتى يجاهد بداله أمام الخطرات إلى آخر عمر الإنسان. لا أطيل عليكم وأنا أعتذر من هذا المجلس العظيم والحضار الأفاضل سيما حضرة الإمام.
ولذلك من واجبات ديننا دين الإسلامي سيما مذهبنا الإمامية الجعفرية الاثنا عشرية المهدوية صلوات الله وسلامه عليه، الجهاد من أعظم الأعمال. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجاهدا، أول مجاهد في الإسلام، وسيقوم صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه مجاهدا، أول عمله الجهاد. وهذا درس لنا أن نكن من أول أعمارنا إلى آخره مجاهدا في هذه الدنيا. كل زمن له جهاد مخصوص لذلك الزمن. زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عصر الأمير صاحب الولاية الكلية الولوية العلوية أمير المؤمنين أرواحنا فداه، إلى زمن سيد الشهداء، كان الجهاد بالعلم والسيف، كليهما كان قرينان. ولذلك من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا سيف علي ومال خديجة لما قام عمود الإسلام. صلوا على محمد وآل محمد. وقال إمامنا الحسين سلام الله عليه وأرواحنا فداه: إنما الحياة الحقيقية، الحياة المتصلة بالجنة، عقيدة وجهاد. بعد استشهاد الحسين أرواحنا فداه وسلام الله عليه إلى ظهور إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الجهاد بالسيف لا يكن إلا في أمور خاصة، بس الدفاع أمام المتجاسرين. كل حزب، كل جمعية أو حكومة يريد أن يتجاوز للثغور الإسلام في هذه المرحلة بأمر من المراجع الدينية المعتمدة لهم لأجل الدفاع، يجب السيف والحرب. أما بلا تجاوز ما عندنا أي جهاد إلا بالعلم ونشر القرآن وأهل البيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر وصيته، قال أرواحنا فداه: تمسكوا بالثقلين، أوصيكم بالثقلين أو بالثقلين، كتاب الله وعترتي. جهاد، أصل الجهاد، حقيقة الجهاد، ماهية الجهاد عبارة عن نشر القرآن الكريم، مفاهيم القرآن، وكذلك معارف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأنهما ملتزمان. يعني القرآن بلا أهل البيت وأهل البيت بلا قرآن أثرها ضعيف، بالحتم لازم يكون القرآن مع أهل البيت وبالعكس. ولذلك يجب علينا نشر القرآن
و معارف اهل البيت اولا في نفوسنا، لأن أعداء عدونا في نفوسنا. هذا النفس الأمارة بالسوء نائب الشياطين موجود. قال شاعر الفارسي: أنا أعتذر من أن أقرأ شعرا فارسيا في المجلس العربي. خب الفارس والعرب والترك كلنا الحمد لله تحت راية إمامنا الحجة، وكلنا متمسكين بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام. وأنا بعد أعتذر إذا كان خطأ في كلماتي من حيث الإعراب وبالتذكير وبالتعنيس، لأني مو متعلم على اللسان العربي، والحال تخصصي في أدب العربي، يعني أخذت الدكتوراه في الأدب العربية. أما أنا 40 سنة خدماتي في آذربيجان، وهناك ما عندنا خطبة بالعربية ولا بالفارسية، كلها بالتركية، والتركية والعربية لسانان لا يوافقان. ولذلك أعتذر من خطبات اللسان، لا من عدم العلم بالقواعد، بل لأجل عدم التمرين. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، الشعر الفارسی يقول: نفس اژدرهاست او کی مرده است. نفس اژدرهاست او کی مرده است. هذا للمولوی جلال الدین من اعظم عرفاء ایران و اسلام. نفس اژدرهاست او کی مرده است. از غم بی‌آلتی افسرده است. هذه النفس الأمارة مو ميت، حي، وهو بالمرصاد في أي لحظة. ولذلك في جميع اللحظات أولا لازم نجاهد هذا النفس. والجهاد لا يكن إلا بالعلم، والعلم لا يحصل إلا بالحضور في مجلس العلماء باستماع تفسير القرآن وتدريس معارف أهل البيت عليهم السلام، حتى إنسان يكون جاهزا للجهاد أولا مع النفس، ويكن نفسه راضية مرضية بالعلم. يا أيتها النفس المطمئنة. الاطمئنان إخواني الأعزاء وأخواتي المؤمنات، الاطمئنان لا يحصل إلا بالعلم والتقوى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الجهاد مع النفس له مراتب. بعض الأوقات التجنب من الحرام. إذا إنسان تجنب عن الحرام فهو مجاهد، كنبي الله يوسف. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد همت به وهم بها. كيف نفسر هذه الآية المباركة؟ كيف نفسر؟ يعني النبي هو المعصوم، هو لا يهتم بعمل خلاف محرم. تفسير هكذا: لقد همت به لأجل المعصية، وهم بها لأجل الهداية. لأجل الهداية. لما قامت زليخا
في تلك اللحظة الحساسة وأخذت حجاب على شيء. قال يوسف: ما هذا الحجاب؟ قال: ربي واسألي هناك، أنا أستحي من هذا الرب. كانت من عبدة الأوثان، ولذلك خليت الحجاب عليها حتى لا يرانا. قال يوسف: أنت أمرك سهل، لأن ربك لا يرى وراء الحجاب، أما ربي يرى السماوات والأراضين. هو سمیع بصیر لما في السماوات ولما في الأراضين. كيف أنا أستر هذا الرب أمام هذا العمل القبيح؟ نبروا مجلسنا بالصلوات. أعتذر من التطويل. هذا البذرة وقعت في قلب زليخا بعد سنين، لما يأست هذه السيدة من جميع الجهات. هذه البذرة كالشجرة المباركة ربت في قلبها، وفي ذلك الليلة قالت: يا رب يوسف، الليل توجهت إليك. هذا جهاد، نوع من الجهاد، التجنب عن الحلال، عن الحرام. أعتذر، وليس بفخر، لأن التجنب من الحرام هذا في طبيعة الإنسان موجود. الذي لم يتجنب ولا يتجنب عن الحرام أجلكم الله هو ليس بإنسان. أولئك كالأنعام بل هم أذل. بالله الإنسان لا يتجاسر على المحرمات، لأن المحرمات خلاف طبيعة الإنسان. أما عندنا جهاد التجنب حتى عن الحلال. وكيف ذلك؟ عندنا نموذج كثير في تاريخ الإسلام، ونفتخر بأن هذه النماذج منحصرة تقريبا في ديننا. في سائر الأديان لا أرى إلا قليل، سيما في مدرسة الحسين أرواحنا فداه. مدرسة الحسين هو ما فوق التناهي. منها دخل العباس أبو الفضل سلام الله عليه عطشانا في ماء الفرات، في نهر الفرات، وهو عطشان والماء مباح مو حرام، أما ما شرب الماء. يا نفس، من بعد الحسين هوني. هذا الجهاد الأكبر، يعني جاهد العباس تحت راية الحسين أرواحنا فداه، وجاهدوا شهداء كربلاء في يوم عاشوراء جهادين: جهاد الأصغر بالسيف، وجهاد الأكبر بالنفس. ومع هذه النماذج نحن لازم نقتدي بأوليائنا في الجهاد نفسا وخارجا، ونحتاج إلى العلماء. الحمد لله والنعمة، الله تبارك وتعالى تفضل علينا وعليكم أيها المؤمنون والمؤمنات من أهل بلدة بيروت بعالم عامل فاضل مجاهد متق مسؤول متعهد، وهو الإمام الشمس. هو الشمس في مغرب عالم الإسلامي.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني على حب الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وواقعا طوبى لكم بهذه النعمة العظيمة. ما عندنا نعمة أعظم من العلماء، سيما إذا كان العالم بنفسه مجاهدا، بنفسه عاملا، لا يقول تعالوا اعملوا، يقول تعالوا نعمل، يختلط مع الناس. ومن جهاده هذا الجامع العظيم الذي أنا في عام الماضي لما زرت هذا الجامع العظيم قلت كان العجائب في العالم 7، أصبحت اليوم 8. يعني جامع الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا البلد بجهاد هذا الرجل العظيم، وكذلك بجهاد والدي المعظم الإمام المصلح، أصبحت عجيبة ثامنة لعجائب الدنيا. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا مبتدأ وله خبر عظيم يملأ العالم. أنا ما عندي وقت هذه الليلة أشرح ما أرى من المستقبل لهذا الجامع العظيم، وبعلم اللي رفعه هذه العلم في هذا يعني في مركز العالم، وإن شاء الله سيكون مركزا علميا تبليغيا لجميع العالم مع الصلح والمودة والإخوة لجميع المسلمين حتى سائر الملل إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا واقعا في هذه الليلة قلبي مملو من السرور لأني أزور هذا العالم العظيم وأنتم أصحابه، وواقعا نور الولاية، نور المحبة، نور الإيمان، نور الإخلاص متجل من وجوهكم النيرة. وأكرم بكم وأسأل الله تبارك وتعالى توفيقا عظيما خالدا لكم ولإمامكم. والحمد لله رب العالمين، نحن في زمن يعني في زمن العلم، في زمن الدراية، ارتفع الجهالة الحمد لله، وجميع العالم يشتاقون لاستقبال الثقلين أو الثقلين، يعني كتاب الله وإترة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. العالم عطاشا لمعارف أهل البيت، العالم عطاشا لمعارف القرآن، لمعارف نهج البلاغة، لمعارف الصحيفة السجادية، لمعارف الحسينية، لفقه الإسلام، لفقه الصادق سلام الله عليه، لتفسير الباقر أرواحنا فداه، لكلمات الرضا سلام الله وصلواته عليه، وسائر الآثار اللي ملأت الدنيا عن أئمتنا عليهم السلام. وقد أتعبوا أنفسهم مشايخنا العظام وعلماؤنا الكرام، أعلى الله مقامهم من الكلين إلى زماننا هذا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو نقرأ تاريخ علماء الشيعة من زمن الأئمة عليهم السلام، من هشام، من جابر، من سائر الأصحاب إلى زماننا هذا، كل أعمالهم جهاد، كل أعمالهم نشر العلوم. الميرزا الشيرازي الكبير رضوان الله عليه هو جاهد بجميع وجوده حتى أسس الحوزة العلمية في سامراء.
الشيخ عبد الكريم الحائري أعلى الله مقامه جاهد في زمن ظلماني في إيران حتى أسس الحوزة العلمية الشيعية الاثنى عشرية في قم، ونحن ننتظر إن شاء الله أن يؤسس الحوزة النور إن شاء الله بيد هذا الإمام في هذا البلد وفي هذا الجامع. وآخر كلماتي، أنا واقعا سعيد في هذا المجلس وبأنوار هذا المجلس، وما قلته لكم سيما حول إمامكم ليس أي شائبة فيه، كلمات خرج من قلبي قربة إلى الله وجهادا في سبيله وتجديدا لعهدي مع إمامكم. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد سيما في هذه الليلة المباركة. نسأل من الله العلي العظيم ظهور إمامنا وقائدنا الحقيقي الحجة المنتظر، أرواحنا فداه. وكذلك أقدم الشكر لوالدي المعظم الإمام المصلح العبد الصالح الحاج ميرزا حسن الإحقاقي وإخواننا في الكويت لقيامهم لأجل تشييد هذا الجامع المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.